الشعب المصري خاصة للفقراء. وقد أضحى الحصول على الخبز مسألة صعبة في ظل عودة الطوابير الطويلة أمام المخابز وما ينجم عنها من تزاحم وتدافع يصل لحد وقوع الاشتباكات وحتى القتل أحيانا. أهو صورون، أنا أقول المسؤولين نفسهم ينزلوا بدل قاعدين على الكراسي، وشوف الشعب المصري الميت اللي بيقولوا احنا بنحارب عشانه. خلوا بالكم الشعب المصري، عشان الشعب المصري خلاص بعد ما يفيد منه صدقوني هيضطر انا نفسيها، يعني ممكن البلد تولع. هكذا لخص فقير مصري أزمة طوابير الخبز، أزمة كاشفة تتخطى رغيف الخبز لتشير بامتياز إلى انهيار دخول المصريين وإلى افتراس وحش الغلاء لأحوالهم المعيشية، أزمة عجزت الحكومة عن مواجهتها كما فعلت مع أزمات البطالة والإسكان ونقص مياه الشرب وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، لكنها زادت عليهم جميعا بسقوط شهداء ومصابين من أجل الحصول على رغيف خبز، وفي صورة طوابير من مئات الأمتار وعشرات الساعات تذل أعناق البسطاء. من الساعة 7 الصبح الساعة بقت 2 وما خدتش ولا رغيف عيش ومعايا 5 عيال، نعمل ايه احنا؟ نعمل ايه بالواسطة؟ بيطلعوا العيش بالواسطة، مالناش واسطة ندهس تحت الرجلين. خناقات تدبيح ببعض، واللي يطلع مطوه واللي مش عارف ايه واللي يضرب الثاني. ايه ده؟ احنا هنا يعني ايه مجاعه؟ الأطراف المختلفة من الحكومة وأصحاب المخابز سرعان ما تبادلوا الاتهامات عن المسؤول عن الطوابير الدامية والمهينة، لكن المواطن المسكين لا يهتم كثيرا بهذا الجدل، وهو لا يعرف سوى حكومة يتهمها البعض بأنها حكومة رجال أعمال لا تهتم بالفقراء، بينما يرى البعض الآخر أن الجيش الوطني المصري هو الملاذ الباقي لحل هذه الأزمة بعيدا عن إخفاق الحكومة. رجال أعمال يمسكوا البلد، يجيبوا الغلابه اللي هيحسوا بينا احنا بقى، رجال اعمال فاضيين لنا احنا ولا فاضيين لشغلهم هم؟ هي القوات المسلحه اللي جديره ان هي تزرع للشعب قوته، احنا عايزين الحكومه تزرع قوت الشعب وتوزعه بنسب للغلابه. تقول الحكومة المصرية إنها تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير رغيف الخبز المدعوم للمواطنين، تقول إنها تورد الدقيق المدعوم إلى المخابز، وإنها توفر منافذ توزيع جديدة وتفصل بين الإنتاج والتوزيع، لكن النتيجة واضحة، طوابير من المصريين يقفون، ربات البيوت يهربن من منازلهن فقط لكي يحصلن على رغيف خبز، طالبات وطلاب المدارس، العمال والموظفون فقط لكي يوفروا رغيفي خبز أو بضع أرغفة من الخبز لأولادهم على مائدة ربما لا يوجد فيها إلا هذا الخبز الحاف. حسن عبد الغني، الجزيرة، ولاقي الدكرور، مصر. بدأت محاكمة